طيب، مساء الفل عليكم. النهارده نبتدي نتكلم على ازاي تفكر كبياع علشان تعرف تبيع. لانه البيع دايما بيبتدي منك. فانت اللي انت هتفكر فيه واللي انت مصدق فيه هيبان في صوتك، هيبان في اسلوبك، هيبان في طريقة كلامك. والناس بتتأثر بطريقة كلامك واسلوبك اكتر ما بتتأثر بالبرنامج نفسه. لانه ببساطة كده لو احنا مش محتاجين، يعني لو هو مجرد عرض وخلاص ان احنا نعرف اللي قدامي ايه اللي موجود في البروجرام، ايه اللي احنا بنقدمه وبنبيعه، مش محتاجين بياعين. خلاص هيتسجل حتى في فويس نوت، وتتسجل بمشاء وفيديو وتعمل كل حاجه. بس الناس محتاجه حد يساعدها في البيع. بس عشان تعرف تساعدها محتاج تكون انت مجهز ومؤهل ان انت بتعرف تبيع. طب ازاي تفكر بالطريقه اللي تخليك تعرف تكون مؤثر، تعرف تكون مفيد للشخص عشان يعرف يشتري منك، وانت تكون بياع وفي الاخر تقدر ان انت يعني تشتغل الشغلانه دي وتكسب منها. طيب، اول حاجه انت محتاج تكون بتصدق فيها انه الناس بتحب تشتري. كده كده الناس جزء من المتعه في الحياه الشوبينج، انها تنزل كده المول وتتفرج وتشتري. دي حاجه بتمتعهم يعني. فهي فكره ان الناس مش عايزه تدفع او مش الناس مش عايزه حد يبيع لها. ممكن الناس مش عايزه حد يبيع لها، بس في نفس الوقت هي بتحب تشتري بنفسها. فدورك هنا تساعدهم ان هم يقنعوا نفسيهم بقرار الشراء. وهي دي النقطة. لانه بما ان هو كده كده عايز يشتري، طب انت ايه دورك معاه؟ دورك معاه ان انت تبرر له، تساعده ان هو يبرر لنفسه القرار ده. لان هو ده اللي هو محتاجه منك. ان هو عايز، بس مع نفسه مش مرتاح. مش مرتاح لسه انه ياخد القرار ده ويشتري. فانت دورك معاه تساعده ان هو يبقى مرتاح من جوه لقرار الشراء اللي هو كده كده عايز يعمله. فهنا الناس كده كده بتحب تشتري والشراء متعة. ففكرة ان انت تبرر لهم تساعدهم يبرروا لنفسهم القرار، ده دورك. تاني حاجة، البيع بيحصل قبل السعر، انما الشراء بيحصل بعد السعر. فالمتعة اصلا في الشراء اللي هي بعد السعر، والبيع اللي قبل ما تتكلم عن السعر هو اللي بيساعدك ان انت تقفل البيع والشخص يشتري. فانت بتعمل مجهود قبل الكلام عن السعر، والمكالمة بالكامل بتتغير بعد ما تنطق السعر. وده اللي انت محتاج تفرق ما بينه، تفرق ما بينه. ان انت لما تبقي عايزه تبيعي وتتحضري الشخص ان هو يقفل ويشتري منك، انت اللي انت بتعمليه قبل ما تقولي السعر او انت بتعمله قبل ما تقول السعر مختلف تماما عن اللي انت هتعمله بعد ما تقول السعر. قبل السعر انت بتحضر الشخص وبتتكلم معاه وبتتناقش وبتشوف هو ايه اللي هو محتاجه وهكذا. بعد السعر دي مرحله تانيه، مرحله بقى شراء. فازاي ان انت في المرحله الاولانيه اللي هي قبل ما تتكلم عن السعر، ازاي تحضر الشخص مسبقا قبل ما السعر يطلع، علشان لما يطلع يبقى الموضوع اسهل بكتير فيعرف يشتري بسهوله. فدي نقطه مهمه تاخد بالك منها. طيب، ثالث حاجه، الاسهل عليك ان انت تتعامل مع المعوقات عن ان انت تتعامل مع الاعتراضات. وده اللي يشرح النقطه اللي قبلها. انه في المكالمه او في نقطه ان انت بتساعد الشخص ان هو يشتري او ان انت تبيع له، في المرحله الاولانيه اللي انت قبل ما تتكلم عن الاسعار، اي حاجه بتظهر دي معوقات. معوقات في طريقه التفكير اللي قدامك. هو شايف ان هو يعني محتاج. يعني مثلا هديكم مثال على آه، اللي احنا بنقدمه من كورسات اللي بتساعد الناس انها تبقى لايف كوتشز. هو دايما في ناس بتبقى محتاجه انها يبقى في حد يعني اللي هي يشتري من كيان كبير او يشتري من مكان معروف او ان هو يروح لجامعه عين شمس او الكلام ده كله. او جزء الاعتماد مثلا، ان الاعتمادات دي مشهوره جدا انه طب انت الشهاده عباره عن ايه، طب مش عارف ايه. ف فهنا لو مثلا الشخص جاي لك عن طريق الاعتماد بتاع ان هو عايز يبقى معتمد من الاي سي اف، فهنا دي بقت معوقات في البيع طول ما احنا ما اتكلمناش في اسعار. ان احنا نساعد الشخص ان هو يغير من طريقه تفكيره وازاي يشوف انه الاعتمادات ديت حاجه ليه هو ككوتش، مش للعميل لما يجي يختاره ككوتش. فازاي يقدر يستوعب طريقه التفكير بطريقه مختلفه اللي تخليه
هو نفسه يبقى جاهز لما تيجي تتكلم معاه في السعر. وفي نفس الوقت ان انت قبل في المكالمه ان انت تحضره لفكره انه من غيرك هيلوس، من غيرك هيدفع اكتر بكتير او هيكون بيدفع حاجات كتير قوي. علشان كده تأهله نفسيا ان هو ممكن عشان يخش المجال دوت هيحتاج ان هو يستثمر مثلا 100,000 جنيه 200,000 جنيه. بس معاك كل اللي محتاج يستثمره 50,000 جنيه. فهنا ال 50,000 بقت رقم بسيط مقارنة بال 200 اللي هو كان لو قرر يخش المجال دوت هيدفعه لوحده او في مكان تاني. وده اللي هتلاقيه مثلا في السكريبت، لانه السكريبت اللي انا موجود معاكم في الفيديوهات قبل كده بيرجعوا يبصوا عليه، هتلاقوا انه في الاول احنا بنعلم الناس ازاي تنجح في المجال دوت. وجزء من التعليم ان هم يعرفوا ايه المشاكل والمعوقات اللي هتقابلهم في المجال ده. فاحنا هنا بنأهل الشخص ان هو يعرف انه المجال دوت مش مجرد هياخد كورس وينزل يشتغل فهيشتغل، لا، هو يحتاج منه متطلبات. طب المتطلبات اللي هو يحتاجها دي مكلفة، واحنا لما بنيجي نقول له احنا بنوفر لك المتطلبات دي بسعر اقل بكتير من اللي انت هتدفعه لو انت لوحدك، فهنا السعر نفسه بقى منطقي. فاللي انت بتعمله في مرحله قبل السعر دي تعاملك مع المعوقات، وده اسهل بكتير. فحاول كل الطرق ان انت من خبرتك في التعامل مع المشاكل اللي انت بتقابلها، ان بتسمعها من قبل ما الناس مجرد ما تقولها الناس تقول لك، تقول لهم السعر ويعترضوا على السعر بايا كان. حاول ان انت تحطها وتمهد لها من البدايه، من قبل ما توصل لمرحله السعر وانت بتتكلم في المكالمه، علشان لما تيجي بعد السعر هيبقى اعتراض. والتعامل مع المعوقات اسهل بكتير من التعامل مع الاعتراض. فهنا انت محتاج تأهل الشخص، وانت محتاج تعرف حاجه عن نفسك. انت بتعمل نفس المكالمه كل يوم مع ناس كتيره، فانت لازم تكون اشطر من الشخص بكتير في نوع الكونفرسيشن دي، في نوع الحديث ده. لان انت خضت الحديث دوت مئات المرات، هو ما بيخوضهوش غير مره واحده. فما ينفعش ان هو يكون بيخوضه مره واحده واشطر منك فيه. فهنا ده اللي انت محتاج تراجع نفسك فيه، ان انت لو بتخوض نفس الحوار مع اكتر من حد وفي الاخر انت مش شاطر فيه لدرجه ان انت تقدر تقنع اي حد بيه، يبقى هنا انت محتاج تشتغل على نفسك. فهنا دي من ضمن الحاجات اللي انت تتعلمها، ان انت كده كده انت هترجع تعيد نفس الحوار تاني وتالت ورابع وعاشر. فانت كل مره بتتعلم من الاعتراض اللي انت بتسمعه دوت بعد السعر، تتعلم منه فتحطه في طريقه كلامك وتمهد ليه وتناقشه عشان يبقى معوق، فسهل ان انت تعديه مع الشخص، ما يبقاش اعتراض على المنتج نفسه اللي يخليك في الاخر ما تقفلش البيع. رابع حاجه، العادي خالص ومتوقع ان انت تسمع لا. ده العادي. اللي مش عادي وده اللي انت بتاخد عليه كوميشن ان انت تقفل البيع. فما ينفعش ان انت تبقى يعني داخل متوقع ان الناس كلها تشتري. لا، كده كده الناس هتقول لك لا مش هتشتري. بس هنا شطارتك في ان انت نسبة الناس اللي بتشتري معاك قد ايه. كل ما النسبة تزيد كل ما يكون انت اشطر وانت اللي كسبان، لان انت كده كده هتعمل نفس المكالمات. فلما تعمل 100 مكالمة، يعني مثلا في كده نسبة كده تكونوا عارفينها، ان لو ده المساحة بتاعت 100 مكالمة، 10% من اللي انت هتكلمهم كده كده لا، مش هيشتري. وفي 1% كده كده هيشتري. فالواحد في المية دوت لو انت ما عملتش اي حاجة، هو جاي لك عن طريق حد او جاي لك هو جاهز ان هو يشتري ومقرر، كل اللي هو محتاج لك فيه ان انت تقول له يدفع ازاي. وكل اللي انت محتاج تعمله ان انت تسكت. انت ممكن تبوظ البيع، ممكن تبوظ تخلي ان الواحد في المية ده، حتى الواحد في المية دوت مش عايز يشتري.
نتيجه ان انت بوظت البيعه بان انت اتكلمت كلام ملوش لازمه. فكل اللي انت محتاجه تسكت، حد جاي يشتري عرفه ازاي يدفع، شكرا. فكده كده النسبه دي موجوده، وكده كده النسبه دي موجوده. شطارتك فين؟ ان انت تفضل تعلي من نسبه القفل. كل ما تعلي نسبه القفل انت كده كده تعمل على نفس العدد، والعدد دوت انتج الى مكسب ليك. فانت بدل ما تعمل شغل وخلاص، اعمل شغل واكسب منه. طيب فتكسب منه ازاي؟ ان انت تبتدي ان انت تحضر نفسك لللا. اللا اللي انت هتسمعها دي، انت زي ما قلت لك كده، انت بتقول بتشتغل بان انت بتتكلم، بتخوض حوار هو نفس الحوار اكتر من مره. فما ينفعش ان يكون في حد اشطر منك. وفي نفس الوقت انت محتاج تعرف انها حاجه، ان انت كل ما بتخوض نفس الحوار وانت بتطور فيه نفسك، كل ما انت تبقى اشطر من اي حد اللي بيخوضه مره واحده. فبالتالي الموضوع موضوع مساله وقت. فلما تجهز نفسك لللا، هتعرف تجهز نفسك في السكريبت ان انت تشتغل عليه اكتر، وتحط كل المعوقات اللي بتقابلك قبل السعر وتحلها، علشان بعد السعر الموضوع يكون اسهل وتعرف تقفل. وان انت تتابع نفسك انه كم ظهرت، كام بيعه انت عملتها من كام مكالمه. وتتابع نفسك، طب انا عايز اطور من نفسي، ان انا لو انا بقفل من ال 100 واحد، لو انا عايز اقفل من ال 100 اتنين، انا عايز اقفل من ال 100 تلاته، وهكذا افضل تطور من نفسك. خامس حاجه انه مصلحتك في السعر الاعلى، لان هو نفس البيع اللي في الاخر اللي هيقول لك واللي كده كده هيقول لك لما يقول لك على بيعه ب 1000 جنيه، هو اللي هيقول لك على بيعه ب 10000 جنيه او 100000 جنيه. بس انت كل ما يزيد السعر وانت بتعمل نفس المجهود، هتلاقي ان انت مكسبك اكبر. فانت مصلحتك في كل الاحوال ان انت لما يوم ما تشتغل على بيع، تشتغل على بيع على حاجه سعرها اعلى مش اقل. فبالتالي انت كمان لما يكون عندك تنوع في البيع، ان انت تبقى عارف ومرتاح جدا انه ايا كان السعر في اللي هيشتريه. الناس مش بتشتري علشان السعر قليل ولا السعر غالي. الناس بتروح تدفع يعني مئات الملايين في حاجات مجرد علشان المظهر، بس هم مقتنعين بيها انها تستاهل. زي ما حد يشتري طرحه، او واحده تشتري طرحه ب 10000 جنيه، هي مقتنعه انها تستاهل. وحد يشتري عربيه كده كده هتقوم بنفس مهام اي عربيه بمئات الملايين، هو مقتنع. فبالتالي اي حاجه ايا كان سعرها ايه في اللي يشتريها. شطارتك انك تعرف تبيعها. وكل ما انت تتمكن اكتر في ان انت تبيع السعر الاعلى، كل ما انت زودت من مكسبك وزودت من انتاجيتك في نفس الوقت اللي انت شغال فيه. ما زودتش وقت، ما اشتغلتش فتره اطول، انت اشتغلت على حاجه احسن. البيع علاقه. العلاقه اللي ما بينك وما بين المشتري انت اللي بتحددها، مش هو اللي بيحدد العلاقه. فلو انت العلاقه اللي ما بينك وما بينه علاقه انت متحمس تتكلم معاه، انت فرحان انك تتكلم معاه، انت اللي بتحدد العلاقه دي، ان هو كمان يبقى متحمس انه يعني يتناقش معاك ويقعد معاك. لو انت داخل خايف وقلقان ومتوتر ونفسك المكالمه تخلص، هو كمان هيبقى نفسه المكالمه تخلص. لو انت عايز مصلحته ومهتم ان انت تسمعه، هتلاقي ان العلاقه متبادله، ان هو كمان مهتم انه يسمعك وابتدى يثق في كلامك لان انت كمان عايز مصلحته. فهنا العلاقه بتتحدد بناء عليك انت. فانت كل مكالمه، لو انت حولت المكالمه لشغل، وان انت مجرد ان انت عايز تخلص مكالمات وخلاص تعمل اللي عليك، فده اللي هيحصل. انت هتخلص المكالمات بس انت تتعامل مع بني ادمين. البني ادمين بيعرفوا يفهموا اللي قدامهم. فهم لما هيعرفوا ان انت مجرد بتعمل دورك وتقول لهم اسمك كلمتهم وقلت لهم معلومات، طب تمام شكرا، هيفضل في جفا. لان انت مركزتش على انه انت بتكلم بني ادم، وان انت عايز تكون معاه علاقه، وان انت مهتم بالشخص دوت، وان كل مكالمه انت بتتكلم مع شخص لكنها هي كل حياتك. فما كنتش انت تتعامل في الشغلانه دي في المبيعات مع البني ادم اللي انت اكنك دي فرصتك
فان انت تتعرف على يعني شريك الحياه المثالي. لو انت بتتعامل مع كل بيع وكل بني ادم ان هو الشخص المنتظر، ساعتها هتلاقي ان العلاقه نفسها بقت، عارفين حلاوه البدايات؟ عارفين لما بيكون في اي علاقه في البدايه بيكون مستعد يعمل اي حاجه، مستعد يعني يوصلك جهنم لو بتشتغلي فين يوصلك كل يوم، يصحى الساعه 5 الفجر علشان ممكن يوصلك. بس بعد الوقت بيبقى في ملل، ما بيروحش معاك حتى الدكتور. نفس الموضوع، هي تبقى على سنجة 10 و علشان بس نازلين سوبر ماركت او نازلين نقعد في كافيه. ف بس بعد كده خلاص بقى مش فارقه، ما انت موجود كل يوم. العلاقه محتاجه تكون بنفس الحماس بتاع البدايات، لان هي مره. لو انت حددت العلاقه من البدايه هتلاقي انه العلاقه دي بتنتج عنها ان الشخص يبقى متحمس، وينتج عنها ان هو يقفل ويشتري، او لا. اللي هو بمعنى صح، في جزء منها الفيرست امبريشن، في جزء منها القبول اللي بيتم ما بينك وما بينه. من ضمن الحاجات اللي انت بتحددها في العلاقه دي ان انت، لو العلاقه دي انت بتحددها بناء على ان انت عايز تبيع، فهنا بقى في مقاومه ما بينك وما بينه من قبل ما تعمل اي حاجه. انما لو انت من بدايه العلاقه دي انت عايز الشخص نفسه، عايز تكسب الشخص، فساعتها هو كده ممكن يشتري، كده ممكن يثق فيك ويكسبك هو كمان، لانه انت عايز مصلحته. فانت عشان عايز مصلحته هيبتدي ان هو يسمع لك، هيدي لك من وقته، هيدي لك من انتباهه. لكن لو انت عايز تبيع له كتير قوي، عايز يبيع له زيك، فانت مش هتبقى مميز في حاجه، مش هتفرق في حاجه في حياته. وصلت؟ طيب، دورك تساعد الناس تساعد نفسها. فانت كشخص بياع، انت مش دورك ان انت تفرض على الشخص ان هو يشتري منك. بالعكس، انت دورك معاه وهو محتاجك فيه، ان هو محتاجك ان انت تساعده يعرف ازاي يساعد نفسه. لانه مشكله الناس انها مش بتعرف مصلحتها فين، مش بتعرف ايه الحاجه اللي تشتري. هو احنا متفقين ان كده كده الناس هتشتري، بس هي ما بتبقاش عارفه ايه الحاجه اللي تشتريها اللي هي فعلا فيها مصلحتها. فبيبقى عنده لخبطه كده جواه، وبالتالي هو عشان كده محتاجك ان انت تساعده في اللخبطه اللي جواه دي، ان هو يعرف ياخد القرار اللي في مصلحته. لانه لو هو ما عندوش اللخبطه دي، مفيش مجال هيحتاج بياعين. خلاص كل واحد عارف مصلحته، وكل واحد عارف ايه اللي هو محتاج يشتريه، فبالتالي وجود البياعين مش مهم. هي بس مجرد المنتجات هتتعرض والناس هتختار، مش قصه. بس البياعين موجودين علشان تساعد الناس انها تعرف تختار اللي في مصلحتها الشخصيه، اللي بيحقق لها اهدافها البعيده. تخيل كده معايا لما انت تخش محل، مثلا نفسك تشتري مثلا تليفون، خلي ده الاشهر. نفسك تشتري تليفون، فانت دخلت محل، والمحل دوت بيحاول يبيع لك اللي عنده. هتشتري من المحل دوت، ولا هتشتري من المحل اللي ابتدي ان هو عايز يشوف مصلحتك، وعايز يعرف انت استخدامك ايه للتليفون، وايه التليفون المناسب لطبيعه استخدامك وطبيعه الحياه بتاعتك وطبيعه امكانياتك، ويبتدي يقول لك اه بس بص، الاحسن ان انت تشتري تليفون ده، والتليفون ده حتى لو مش عندي، التليفون ده عند فلان، ده هيكون احسن لك. ساعتها هتلاقي ان الشخص دوت هو نفسه حتى لو ما اشتراش منك دلوقتي، يوم ما يفكر ان هو عايز يشتري اي تليفون هيجي لك. يوم ما حد يسأله انت جبت التليفون منين، مش هيقول للراجل التاني، هيقول لي عليك انت. لان هو انت كسبت البني ادم، والبني ادم هو مصدر مبيعات، مش بيعة واحدة. وده حاجة تشيل من عليك الضغط. انت كبياع بتبيع منتج او بتبيع خدمة، ان انت مش محتاج تبقى مضغوط انك تفكر ازاي تفرض اللي عندك على اللي قدامك. انت كل اللي انت محتاجه تشوف ايه اللي قدامك ايه مصلحته، وتفكر معاه
وتبقى هدفك فعلا مساعدته، حتى لو مصلحته مش في اللي انت بتقدمه، وانه ده في حد ذاته مكسب. ده كده انت عملت دورك، كده انت بعت. لما تقول ان الشخص لا، ده اللي احنا بنقدمه دوت مش ده المناسب بالنسبه لك، الانسب ليك كذا، انت كده كسبان، انت كده عملت اللي عليك، انت كده عملت الصح بمعنى صح. فانت فكر فيها بالمنظر ده، ان انت كل مكالمه انت عايز تتعرف على الشخص وتشوف ايه هو مصلحته الحقيقيه، وتقدم له باخلاص الحاجه اللي تفيده بالطريقه اللي هو مناسبه ليه، مش بالطريقه اللي انت شايفها مناسبه ليك. دي نقطه مهمه. فنخش على تامن حاجه، ان الاولويه العميل مش البيع. فانت طول ما انت داخل المكالمه حاطط كده في دماغك انه اولويتك في المكالمه ان انت تساعد الشخص، مش اولويتك في المكالمه ان انت تدفعه، هتلاقي المكالمه اختلفت تماما من البدايه، وهتلاقي انها ممتعه، مش مقرفه، مش صعبه، مش تقيله. تخيل انت مجرد بتتعرف على الناس وتشوف ايه هم محتاجين ايه في موضوع محدد. تاسع حاجه، حاول تفهم، بطل تجادل. فافهم اللي قدامك، افهم المنطق بتاعه، افهم هو ازاي بيفكر. بطل تجادل معاه ان هو بيفكر غلط ولا صح. انت مش دورك تصححه ولا دورك تربيه، دورك تفهمه. فهو لما يقول لك انه لا، هو مقتنع انه بمجال ما، وان هو خلاص يعني في يعني مثلا من ضمن الناس اللي انا كنت بتكلم معاهم كان اتكلم مع حد تاني من السيلز تيم يعني اللي كان موجود، وبيقول لي انا كنت هشتري معاكم، بس ما اشتريتش بسبب انه السيلز اللي كان بيكلمني عمال يقول لي انه المكان التاني دوت مش كويس، احنا كويسين احسن منه. فهنا الشخص حتى لو هو كان ممكن يشتري، في اللحظة دي قرر ما يشتريش. فهنا هو خد قرار برضه، بس قرار انه ما يشتريش معاك. ليه؟ لان هو حس ان انت كشخص بتبتدي تفرض عليه وبتغلطه في طريقة تفكيره، لان هو مهتم بمكان تاني، والمكان التاني دوت هو مرتاح ليه او مشدود له. فده معناه دي طريقة تفكيره. فانت محتاج تبقى عندك نقطة العشرة، الفضول، انه ايه اللي هناك عاجبك فيه، ايه اللي يخليك مشدود هناك، ايه المكاسب اللي انت ممكن تكسبها هناك، ايه الحاجات الكويسة هناك، مش ايه المشاكل بس اللي هناك. اه بس خلي بالك دول ناقصهم كذا، اه بس خلي بالك ده ما عندهمش كذا، اه بس. كده انت دخلت في الجدال، وده اللي يساعدك انت تفرق ما بين ان انت تكون عايز تفهم طريقة تفكيره، ايه اللي خلاه ان هو يروح عند فلان او علان او ترتان ويبقى مشدود ويسأل ويقارن ما بينك وما بينه، وما بين انه ان انت تجادله ان انت ازاي احسن من كل اللي فات. مش مهم تبقى احسن، المهم فين مصلحته، هو بيفكر ازاي، وانت عندك الفضول ان انت تفهمه. خلي عندك فضول لمستوى اطفال، انه اي حاجه ينبهر ويبقى عايز يستكشفها ويفككها ويعرف ايه الدنيا فيها ايه. فانت يبقى عندك فضول تجاه طريقه تفكيره. 11، البيع رأس مش خناقه. البيع اقناع مش تغفيل. ودي نقطه محتاج تفهمها. بما ان انت عايز مصلحه اللي قدامك، فانت مصلحتك في الرأسة انه تتناغم معاه، تبقى فيها رايحه جايه بطريقه ان انتوا الاثنين فريق واحد، مش بنتخانق مع بعض محتاج مين اللي يكسب. فانت مش محتاج تغلبه في الحوار، انت محتاج تكسبه في الحوار، والاثنين مختلفين تماما عن بعض. فانت لما تكسب الشخص في الحوار، معناه ان انت قادر تسمعه، قادر تفهم المنطق بتاعه، مش بتحاول تطلعه غلط، بتحاول تساعده في الطريق المناسب ليه مش المناسب ليك انت. ف... فهي رأسه، فهي محاولة. لو هو بيفكر بطريقة تفكير ممكن تضر مصلحته، انت بتساعده ان هو يغير من طريقة التفكير دي اللي تناسب مصلحته هو، مش اللي تناسب مصلحتك انت. فانت مش بتحاول تغفله،
تعرفه على حاجه انها خلاص اخر الدنيا وان هو كده يعني هيدمر نفسه خالص. بس انت محتاج تساعده انه هي لو هو بيفكر بطريقه تفكير انه اهم حاجه مثلا الاعتماد، وان الاعتماد ده هو اللي هيخليه يشتغل، مش حقيقه. ان هو لازم يكون متخصص من البدايه في الكوتشنج بالذات، ده مش حقيقه. بالعكس، ده هو محتاج يكون في الاول يفهم ايه هو الكوتشنج، وبعد كده يتخصص عشان يبقى متمكن، عشان يبقى مميز. البيع هو نقل اعتقادك عن طريق الثقه. وهنا اعتقادك المقصود بيها اعتقادك انت او تصديقك انت في نفسك، وتصديقك انت في المنتج اللي بتبيعه. فدي عمليه البيع. لو انت، وده الوقت اللي انت تفتكر فيه، هتلاقي يجي لك وقت انت بتبيع، يعني الدنيا ماشيه حلو، واحد ورا التاني ورا التالت ماشيين ورا بعض كده، بيعات اكتر من بيعه بتقفل. ويجي لك اوقات صحراء، شهور مفيش. لو رجعت نفسك في الاوقات دي هتلاقي ان انت الشهور اللي هي الصحراء، هتلاقي ان انت بتشكك في نفسك، بتشكك في اذا كنت تعرف تبيع ولا لا، مشكك في السيستم، مشكك في السعر، مشكك في المنتج اللي انت بتبيعه. التشكيك عدو البيع. البياع اللي بيشكك في نفسه ما يعرفش يبيع، لان انت اللي بتبيعه واقعيا الثقه، سوري، اللي انت بتبيعه واقعيا التصديق ده. فلو انت مصدق في نفسك ان انت تعرف تبيع لاي حد ايا كان، ده مش معناه ان انت هتبيع لكل الناس، بس انت مصدق ان انت بتعرف تبيع، ساعتها تعرف تبيع. ودي المفارقه الغريبه، ان انت لو فضلت مستني ان انت تبيع علشان تصدق في نفسك ان انت بتعرف تبيع، عمرك ما هتبيع، وبالتالي عمرك ما توصل لمرحله ان انت بتعرف تبيع. والبيع مش صعب. البيع كل اللي انت محتاجه ان انت تكون مهتم تفهم الشخص اللي قدامك اولويه، عايز تساعده. ده مش محتاج تيبس اند تريكس، مش محتاج اختراعات، مش محتاج تكون بني ادم بتهتم باللي قدامك بتسمعه، عايز تفهمه. فانت اي حد يعرف يبيع. عارفين كده لما يكون اكتر واحد بياع بيعرف يبيع كويس قوي، الناس لبعض اللي هم اصلا ما بياخدوش كوميشن من البيع ده. ودي اكتر حاجه مثبته، انه اي بيزنس اقوى حاجه في الماركتنج في البيزنس هو الورد اوف ماوث. انه الناس هي اللي تبيع لبعض، ان انت تقدم خدمه كويسه جدا لدرجه ان الناس تقول لبعض ده انا عملت كذا وعملت كذا، طب بقول لك ايه، ده فلان فلان هيعرف يساعدك، روح له، مش عارف ايه. ايه اللي يخلي الناس دي تعرف تبيع احسن منك واسهل منك؟ ان هو مش فارق معاهم ان هم عايزين يبيعوا، فارق معاهم ان هم عايزين، مصدقين في اللي هم بيتكلموا فيه، ان الحاجه دي مفيده لانهم جربوها، فمصدقين فيها، وعايزين مصلحه الشخص اللي هم بيتكلموا معاه. وعشان كده اكتر حاجه مؤثره في اي بزنس هو الورد اوف ماوث، او اللي هو مردو كلام الناس او اراء العملاء. فعشان كده راجع دايما اعتقادك انت، تصديقك انت في نفسك، في المنتج اللي انت بتبيعه، في السعر. لو انت اي حاجه من دول مشكك فيهم مش هتعرف تبيع. فبدل ما تحرق داتا وتحرق نفسك على الفاضي، قبل كل يوم محتاج ان انت تراجع وتثبت تصديقك ده في نفسك، في المنتج، في السعر. ولو انت المنتج مش مقتنع بيه، اتكلم مع حد لحد ما تبقى مقتنع بالمنتج ده، مصدق فيه. ولو في حاجه انت مش مقتنع بيها اتكلم فيها، ناقشها، ما تشتغلش وخلاص، لا مش هتعرف تشتغل. ولو انت السعر مش مقتنع بيه، اتكلم لحد ما تبقى مقتنع. غير كده انت مش هتعرف تبيعه. انت لو مشكك في السعر، اللي قدامك برضه هيشوف ان هو كبير. اه النقطه الطريق لنقل بقى الاعتقاد اللي انت مصدق فيه في نفسك والسعر والمنتج او الخدمه اللي انت بتقدمها، بيتنقل عن طريق الثقه. وهنا الثقه في حاجتين: الثقه زي ما قلت لك اللي انت موجوده، والثقه اللي انت بتبنيها ما بينك وما بين العميل فيه او الكلاينت اللي انت بتكلمه فيك. والثقه دي مش هتتحقق غير لما انت تكون عايز مصلحته، حقيقه عايز مصلحته.
مش بتفيكت، مش بتقلدها، مش بتمثلها. وده اللي ينقلنا للنقطه اللي بعديها، ان الشخص بيثق فيك لو انت عايز تساعده، من حقيقه من جواك عايز تساعده. ده الطريق لبناء الثقه ما بينك وما بين اللي قدامك. وهنا ان انت عايز تساعده، مش عايز تساعده على مزاجك. وده اللي غلطه مثلا الاهالي بتقع فيها، انه الاهل بيبقوا عايزين يساعدوا اولادهم، فيجبروهم على التمرين بالعافيه، يجبروهم خلص اكلك بالعافيه حتى لو طعم الاكل وحش، يجبروهم على فيبيك الاطفال بتطلع تكره اهاليها حتى لو اهاليها مهتمين بمصلحه ولادها. بس الطريقه انه بيجبروهم على المساعده بطريقه مش مناسبه للطفل او للشخص نفسه، فهنا بيبقى في مقاومه حتى لو النيه كويسه. انت بقى كشخص عايز تساعد اللي قدامك، محتاج ان انت تعرف ازاي تساعده بطريقته مش بطريقتك. يعني هو لو بالنسبه له، مثلا انه احسن حاجه انه يبتدي ان هو ياخد البروجرام بالكامل ورا بعض. كل ما ياخد الموضوع دوت كل ما يكون مصلحته احسن. ان هو ياخد البروجرام وياخد الفري سيشن السنه بالكامل مع بعض، ده لمصلحته. بس هو ممكن يكون شايف انه لا، انا عايز اقسمها. انا عايز اخد الكورس واخد وقتي، وبعد كده اخد المنتورنج، وبعد كده اخد وقتي، وبعد كده اللي يناسبه. فاللي هو هيساعده اشتغل بيه، الطريقه المناسبه ليه هو اشتغل بيها. انه التصديق والثقه بتتبني مع الوقت. ان انت حتى توصل لمرحله ان انت يعني ما تبصش للموضوع ان انت يا اما مصدق في نفسك يا اما لا، يا مصدق في السعر يا اما مش مصدق فيه، يا مصدق في المنتج يا مش مصدق فيه. ان انت الشخص يا اما واثق فيك يا مش واثق فيك، لا. بس هي ليها مساحه، يعني بص عليها على اساس انها كونتينوم. يعني في مسافه من هنا ما فيش ثقه فيه. انه المسافه دي بتتدرج. ممكن يكون في البدايه انه الثقه نسبتها مثلا 10%، مع الوقت بقت 50%، مع الوقت بقت 100%. فهنا كل انه الثقه او التصديق في نفسك وفي المنتج وفي السعر انها ليها نسبه وليها متغيره، مش يا يا لا، في مساحه ما بينهم. وده يديك فرصه ان انت ما تشوفش ان انت لو مش مصدق خلاص كده عطلت بالكامل. بس انت محتاج تعرف ان نفسك انت مصدق قد ايه في نفسك، بنسبه قد ايه، مصدق بنسبه قد ايه في المنتج اللي انت بتبيعه والخدمه اللي انت بتبيعها، مصدق قد ايه في السعر بنسبه قد ايه، الثقه اللي ما بينك وما بين الشخص قد ايه اللي انت عارف تكونها. بحيث ان ده يوضح لك ان انت عندك مساحه في التطوير، مساحه ان انت لسه تقدر تبني. فلو غلطت في النص الحوار، او قلت حاجه مش مظبوطه، او حصل ايا كان الحاجه، ممكن تصلحها. ده مش معناه انه خلاص بيع طارت. تقدر انت تشتغل على البيع، تقدر تشتغل على نفسك، تقدر تطور من نفسك باستمرار. لو انت فعلا 15، لو انت فعلا من جواك حقيقة امين في ان انت عايز تساعد اللي قدامك، هتعرف تسأل الاسئلة الصعبة. مش هتتجنب الاسئلة الصعبة، مش هتتجنب ان انت تسأله ايه اللي هو فعلا محتاجه، ايه اللي هو فعلا عجبه في المنافس. مش هتحاول تتجنب لحسن يكون منافس احسن منك في حاجة. مش هتحاول تتجنب انه هيدفع امتى، ايه اللي فعلا مناسب ليه. مش تحاول تتجنب ان انت تعرفه ان كل شهر هو بيأجل فيه قرار ان هو يبتدي، هو كل شهر بيأجل فيه انه يكسب 50,000 في الشهر. فلو انت عايز مصلحة اللي قدامك، هتسأل أسئلة حتى لو صعبة اللي في مصلحة اللي قدام. اللي مهتم اكتر بالعميل هو اللي هيقفل البيع، بما فيهم العميل نفسه. فلو انت مهتم بيه اكتر من نفسه، هيشتري منك. ودي النقطة اللي انت محتاج توصل لها. كل ما انت تهتم بالشخص اكتر وتهتم بمصلحته اكتر، حتى لو هو
يعني لو انت شايف ان هو اللي احنا بنقدمه ده مش في مصلحته، مش هتخدمه، لو انت مهتم بيه اكتر من نفسه وهو مقتنع لا انا عايز اشتريه، وشايف ان هو وانت مهتم بيه اكتر منه وبتقول له الواقع زي ما هو، حتى لو ما اشتراش انت كسبته. ولما تكسبه، لما يكون الموضوع مناسب ليه هيشتريه، او لو يعرف حد مناسب ليه هيجيبه لك، وده لما تساله هيجاوبك. تعرف حد طب مهتم شايف اللي عندنا دوت هيبقى مناسب ليه، هيقول لك، لان انت مهتم بيه اكتر من نفسه. البيع علاقه، اللي بيحددها انت. 17، دايما في مجال للتطوير. ايا كان انت شطارتك فين، تقدر تتطور، تقدر تحسن من شغلك. لو انت شغلك ضايع تعرف تطور منه، لو انت شغلك كويس تقدر تطور منه، لو انت شغلك احسن واحد تقدر تطور منه. دايما في مساحة للتطوير، دايما في، تقدر ان انت تحسن من مهارتك في البيع لحد ما توصل انه الكونفرجن ريت بتاعك، او النسبة اللي انت من ال 100 مكالمة كم واحد بيشتري منك تفضل تزيد. فحط ده في بالك، هو مش يا اما انت بتعرف تبيع يا اما لا، انت دايما باستمرار تقدر تحسن من مهاراتك في البيع. اخر حاجه نختم بيها النهارده، ان القوه هي القدره على التاثير وتحريك الناس. فلو انت عايز تكون قوي، محتاج تعرف وتشتغل على نفسك ان يكون عندك القوه دي، انك تعرف تاثر وتحرك اللي قدامك انه يشتري، ويشتري اللي في مصلحته، اللي فعلا هيفيده، اللي هيوفر عليه وقت ومجهود، ويديله متعه هو بيدور عليها، اذا كانت المتعه دي ماديه او اذا كانت المتعه دي نفسيه. اي اسئله عندك، اي اسئله عندك ابعتوها لي عشان اجاوب عليها واساعدكم.